من أول لحظة تشوف فيها المتحف المصري الكبير تحس إنك قدام حاجة مش عادية. المبنى ضخم وفخم وغريب في تصميمه، كأنه طالع من حضارة تانية. كل زاوية فيه بتحكي قصة، وكل حجر كأنه حافظ سر من أسرار الفراعنة. الناس بتشوفه على إنه متحف، لكن في ناس تانية شايفة إنه حاجة أبعد من كده، حاجة ممكن تكون الوصية الأخيرة للفراعنة. لو أول مرة تشوفنا، ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. من آلاف السنين الفراعنة سابوا كل حاجة وراهم منظمة بدقة، كأنهم كانوا عارفين إن في يوم من الأيام التاريخ هيتفتح من جديد. ومع كل اكتشاف أثري بنلاقي إشارات ورسائل كأنهم بيكلمونا من عالم تاني. لكن السؤال الحقيقي، ليه المتحف المصري الكبير بيتقال عليه الوصية الأخيرة؟ في ناس شايفة إن المتحف ده اتبنى مش بس علشان يجمع آثار مصر القديمة، لكن علشان يكمل مهمة بدأت من آلاف السنين. المكان اللي اتبنى فيه مش صدفة، جنب الأهرامات، على أرض بيقولوا إنها واحدة من أقوى مناطق الطاقة في العالم. من أول ما بدأ المشروع حاجات كتير حصلت حواليه بتخلي الناس تتساءل. المشروع اتأجل كذا مرة، وكل مرة في ناس بتقول يمكن لسه ميعاد فتحه مجاش، كأن في حد مستني لحظة معينة، تاريخ معين علشان يتفتح. وفي وسط كل ده بيظهر كلام عن قاعات محدش دخلها، وقطع أثرية تم اكتشافها واتحطت جوه المتحف بس من غير إعلان رسمي. بيقال إن في بعض التماثيل اللي اتنقلت هناك لما تعرضت للضوء الصناعي لأول مرة ظهرت عليها نقوش ما كانتش باينة قبل كده، نقوش بتتكلم عن العودة وعن اليوم اللي فيه هيصحى من كان نائما. هل هي مجرد كلمات رمزية، ولا نبوءة الفراعنة فعلا كانت عن لحظة معينة في المستقبل؟ العلماء بيقولوا إن المتحف فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، أغلبها ما تعرضتش قبل كده. في حراس مخصوصين وأجهزة مراقبة شغالة 24 ساعة، وأماكن محدش غير ناس معينة بيدخلها. ناس اشتغلت في المتحف بتقولك إن في قاعات لما تدخلها تحس إن الجو بيتغير فجأة، وتحس إن في عيون بتبصلك من الظلام. وفي حكاية دايما بتتكرر بين العمال، لما نقلوا تمثال رمسيس التاني كان في لحظة غريبة الكل وقف عندها. التمثال اتحرك كأنه بيبص ناحية الأهرامات، وبعدها كل الأجهزة فصلت ثواني ورجعت تاني. يمكن ده صدفة، بس كل اللي كانوا هناك اتجمدوا في مكانهم من الرعب. في كمان شائعات بتقول إن المتحف فيه قطع صغيرة جدا من حجر غامض لقوه جوه هرم خوفو، وقالوا عليه حجر الاتصال، وكان ممنوع يتعرض للهواء. محدش يعرف هو إيه بالظبط، لكن في ناس بتقول إن الفراعنة كانوا بيستخدموه في طقوس بتربط بين العالم ده والعالم التاني. هل الحجر ده فعلا موجود جوه المتحف؟ محدش يقدر يأكد أو ينفيه. المتحف معمول كأنه بيحاكي رحلة الشمس من الشروق للغروب، وده لو ركزت هتفهم إنه نفس فكرة الحياة والموت والبعث عند الفراعنة. كأنهم بيقولوا إن التاريخ مش بينتهي، وإن اللي مات بيرجع، واللي اتنسى بيتكتب من جديد. وفي نظرية بتقول إن تصميم المتحف معمول بحيث يستقبل أشعة معينة من الشمس في يوم محدد في السنة، نفس اليوم اللي بيدخل فيه أشعة الشمس جوه معبد أبو سمبل وبتنزل على وش التمثال. تفتكر ده مجرد فن معماري، ولا إشارة لسر بيتكرر كل آلاف السنين؟ الناس اللي زارت المتحف بتحكي إن الإحساس جوه مش طبيعي، كأن كل حاجة هناك حية. التماثيل والمومياوات، النقوش، كلها بتبصلك كأنها فاكرة مين أنت. الفراعنة كانوا دايما بيكتبوا على جدران معابدهم: من يعرف الأسرار يملك القوة. يمكن المتحف المصري الكبير هو المكان اللي اتبنى علشان السر ده يفضل محفوظ، مش علشان يتشاف، لكن علشان يتفتح في اللحظة الصح. ويمكن الوصية الأخيرة مش وثيقة مكتوبة ولا نقش على حجر، يمكن الوصية هي المتحف نفسه، مبني علشان يفضل شاهد على حضارة ما بتموتش، وعلى ناس كان عندهم علم ومعرفة لسه العالم كله مش فاهمها. في حاجة الناس ما بتاخدش بالها منها، إن كل قطعة في المتحف ليها ترتيب معين، مش محطوط عشوائي. يعني مثلا تمثال توت عنخ آمون
محطوط في زاوية معينة بيواجه الشمس أول ما تدخل من فتحة صغيرة فوق. في ناس شايفة إن ده مجرد عرض فني بسيط، بس في غيرهم شايفين إن ده رمز كأنه روح توت عنخ آمون لسه موجودة وبتستقبل الزوار بنفسها. وفي لغز تاني، تصميم المتحف نفسه من فوق لما تشوفه بالأقمار الصناعية بيشبه شكل مفتاح الحياة الفرعوني. المهندسين قالوا إن دي صدفة، بس علماء المصريات بيقولوا إن مستحيل، لأن المفتاح ده كان رمز للحياة الأبدية. الغريب إن بعض الناس اشتغلت في المتحف قالوا إنهم كانوا بيسمعوا أصوات غريبة بالليل، خصوصا في القاعات اللي فيها المومياوات. أصوات خفيفة مش صريخ ولا همهمة، لكن كأن في حد بيتكلم لغة مش مفهومة. اللي متأكدين منه إن كل شخص دخل المتحف خرج بإحساس إن في نفس بيتحرك في المكان، حاجة مش مرئية لكنها موجودة. اللي أغرب من كده إن في ناس شايفة إن المتحف نفسه مبني على خط وهمي بيربط بين الأهرامات ومعبد أبو الهول، ونقطة تانية جوه الصحراء لسه محدش اكتشفها لحد دلوقتي. يعني كأن الفراعنة رسموا خريطة من آلاف السنين، والمتحف هو النقطة الأخيرة فيها. بس ليه النقطة الأخيرة؟ هل هي نهاية الخريطة ولا بدايتها الجديدة؟ ولو فكرت شوية هتلاحظ حاجة أغرب، إن كل ما مشروع المتحف يتأخر بيحصل في نفس الوقت اكتشاف أثري ضخم في مكان تاني في مصر. كأن في حاجة بتقول لسه الوقت مجاش، كأن الفراعنة نفسهم مش عايزين المتحف يتفتح غير لما كل أجزاء السر تبقى في مكانها. وفي عالم مصري قال مرة في لقاء إن المتحف المصري الكبير مش مشروع معماري، ده مشروع حضاري متكامل معمول علشان يكون نقطة الاتصال بين الماضي والمستقبل. وقال جملة محدش فهمها وقتها: المتحف مش نهاية الحضارة، هو لحظة رجوعها. الكلمة دي علقت في دماغ ناس كتير. هل فعلا ممكن المتحف يكون بداية عصر جديد؟ يمكن المتحف المصري الكبير فعلا هو الوصية الأخيرة للفراعنة، الوصية اللي اتكتبت بالحجر مش بالكلام، علشان تفضل باقية مهما الدنيا اتغيرت. وفي الآخر يمكن كل اللي قلناه النهاردة ما يكونش مجرد حكاية عن متحف، يمكن يكون رسالة لسه ما اكتملتش. يمكن يكون المتحف المصري الكبير هو الوصية الأخيرة للفراعنة. قولولي رأيكم في التعليقات، انتوا شايفين إن المتحف فعلا بيخبي سر ولا كله مجرد خيال وأساطير؟ ولو حبيتوا الحلقة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، علشان لسه عندنا أسرار تانية كتير لسه هنكتشفها سوا في وعي على خفيف، اللي بيحكي مش بس التاريخ لكن في حاجات أغرب بكتير.